الصورة التانية اللي بنستخدم بيها التنفيس او الاكتنج اوت هي عن طريق تصرفات وسلوكيات غير ناضجة خالص بفضل اعملها عشان اخد اهتمام او الاحتياج اللي انا عايزاه. الطريقة دي بتبدأ معانا من سن السنة ونص لسنتين، اسمها تانترمز او نوبات غضب. بيبدأ الطفل لو عايز اي حاجة، جعان، عطشان، تعبان، مرهق، عايز اهتمام، عايز يلعب، بيبدأ يستخدم التانترمز دي، يخبط بقى في الارض ويرزع دماغه ويبدأ يعيط ويصرخ بطريقة صعبة جدا عشان ياخد اللي هو عاوزه. المفروض ان احنا كل ما بنكبر وبنتقدم في العمر بيبدأ نكون سلوكيات وطرق تانية انضج عشان اتعامل مع احتياجاتي او مع الالم اللي جوايا. الا لو انا كطفل كنت كل حاجة باخدها بالطريقة دي، وساعات كمان ما باخدش اللي انا عايزه غير بالطريقة دي، فبكبر وبيكبر معايا الحيلة الدفاعية دي. يبقى راجل كده كبير او ست كبيرة وناضجة، وقت الضغط او الالم او الاحتياج ممكن يخبط ايده في الحيطة لحد ما تتعور، ممكن ترزع دماغها في مش عارفة ايه، ممكن يمسك ايه يكسره في مين. كلها بتكون اساليب غير ناضجة تماما، لان هو مش متعلم او ما عندوش اساليب انضج يتعامل بيها مع مشاعره او يدير مشاعره بيها بطريقة اسوأ. طبعا زي ما احنا شايفين الحيلة الدفاعية دي مؤذية جدا 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 لينا وللناس اللي عايشة معانا، سواء في صورتها الأولى اللي هي السلوكيات الغير مقبولة اجتماعيا، وسواء في صورتها التانية الأساليب الغير ناضجة اللي فيها acting out أو تنفيس لمشاعرنا بالأسلوب ده. فلو انت لقيت نفسك في الكلام ده أو انت بتتصرف بالطريقة دي، محتاج هنا بقى تقف مع نفسك وقفة. ويعني بنقول رمضان يا رب يكون فرصة كده، الشيطان في اجازة، ان احنا نقدر نقف مع نفسنا بطريقة اسهل واوضح. تصرفاتك دي وراها ايه؟ احتياجك ايه؟ ايه اللي وجعك؟ ايه اللي انت مش عارف تاخده وبتحاول بالطرق دي ان انت تاخده؟ لساعدني الحقيقة وساعد ناس كتير، ويعني بنصحكم ان شاء الله نقراهم مع بعض، ثلاثية الكتب بتاع الدكتور محمد طه، الخروج عن النص، علاقات خطرة، ولا بطعم الفلامينكو. الكتب دي يا جماعة بتاخدنا في رحلة مع نفسنا، فعلا رحلة عميقة جدا مع نفسنا، عشان نشوفها بطريقة أوضح ونشوف ايه اللي بيحصل جوه، ايه الصراعات اللي أنا مش عارف أحلها، ايه الألم اللي أنا عمالة أغطي عليه، ايه الاحتياج اللي واجعني اللي عمالة أرفص ومش عارف أخده منين. تاخدك في رحلة مع نفسك، رحلة وعي. وكمان بيبدأ يديك جايد في آخر كتاب أو إزاي تبدأ تتعامل مع الآلام دي أو الاحتياجات دي بطريقة سوية أكتر.